طيب الله أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، معكم فيها عبد الوهاب محمد أمان، والبدء بأهم العناوين. تغييم أنشطة الشرطة، دعم متضرري الحريق في عد إبراهيم، افتتاح أسبوع الشباب العمال في عصب، قمة الأصدقاء الثلاث بين زعماء أمريكا وكندا والمكسيك، التحقيق مع رئيسة بيرو تهمة ارتكاب إبادة جماعية، كندا تشتري 88 مقاتلة أمريكية من طراز F-35. من العناوين إلى التفاصيل. أعلنت الشرطة الإريترية في التغييم الذي أجرته يوم 10 من يناير لأنشطتها لعام 2022 ازدياد الجرائم والحوادث المرورية. وأوضح قائد الشرطة إريتريا العقيد محارس أجاي في الاجتماع الذي شارك فيه قادة الشرطة في الأقاليم ومسؤولي الأقسام والضباط تحقيق نتائج مرضية في أنشطة تقوية مكافحة الجريمة والحوادث والتحقيقات الجنائية وإدارة القوى البشرية والممتلكات والعمل المؤسسي والمشاركة الشعبية. وأشار التقرير المقدم إلى وقوع أكثر من 5000 جريمة وحوالي 11,000 مخالفة مسجلة في سجلات الشرطة على مستوى البلاد. وإن هذه الأرقام تبين ارتفاع الجريمة بنسبة 7.4% والمخالفات بنسبة 23.3% والحوادث المرورية بزيادة 55.7% وانخفاض الحوادث غير المرورية بنسبة 10.3% عن العام السابق. وذكر التقرير مشاركة 4 ضباط شرطة بينهم قائد شرطة إريتريا في الاجتماع السنوي الرابع والعشرين لشرطة شرق أفريقيا الذي انعقد في أديس أبابا من 4 وحتى 9 من ديسمبر الماضي، وتدريب عدد كبير من الشرطة في مكافحة الجريمة السيبرانية الإلكترونية والجرائم المالية وتحقيقات قضايا الفساد وغيرها. وبحث اجتماع الشرطة الخطة الاستراتيجية من العام 2022 وحتى 2023. وقدمت في المناسبة جوائز ل10 أعضاء للعمل النموذجي. قدم فرع العمل والرعاية الاجتماعية في القاشبركة دعما عينيا للمتضررين من الحريق الذي نشب في منطقة عد إبراهيم في مديرية دقة عام 2022. وأوضح مسؤول الفرع السيد عقبة مريم تخلي أن الدعم لا يعوض الممتلكات المحروقة، إلا أنه دعم يجري لمساعدة المتضررين من الحوادث الطبيعية ومن صنع الإنسان. وقال مدير مديرية دقة سيد همد إيلا أن الدعم يزرع الفخر لسكان المديرية وخاصة المتضررين، داعين المواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر تحسبا من الحوادث التي تضر بمنازلهم وممتلكاتهم. من جهة ثانية اتخذت خطوات لمساعدة الأسر المحتاجة في مديرية سجنيتي بالإقليم الجنوبي. تم تأهيل 19 بالمواشي والتجارة المصغرة ما قيمتها 90,000 نقفة وتقديم دعم عيني ومالي لأسرتين من أسر الشهداء، حسب ما أفاد به مسؤول مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في المديرية السيدة قدسان تولي. افتتح في مديرية عصب يوم 10 من يناير أسبوع تنظيم الشباب العمال في الاتحاد الوطني للشباب والطلبة تحت شعار بناء الشباب مسؤولية الجميع. وقال مسؤول فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم جنوب البحر الأحمر السيد عثمان عبد القادر في مناسبة الافتتاح أن الأسبوع مهام للإنتاجية وتأثير الشباب العمال. يتضمن الأسبوع الذي يستمر لشهر مناشط رياضية وثقافية وتعليمية وسيمينارات وزيارة للمواقع التاريخية. ويضم تنظيم الشباب العمال التابع للاتحاد الوطني للشباب والطلبة حوالي 800 عضو في مؤسسات الحكومة والجبهة. أقيمت لجنة تنشط في متابعة كافة أنشطة المزارعين ومضاعفة الإنتاج الزراعي في منطقتي شمال وجنوب منشب في مديرية الشعب بإقليم شمال البحر الأحمر.
وبموجب المعلومات التي أدلى بها مسؤول وحدة التنمية الاقتصادية في المديرية السيد موسى إبراهيم، شارك في عملية الانتخاب حوالي 500 مزارع في المديريتين. في غضون ذلك دعا مدير المديرية السيد أبو بكر إبراهيم كافة الجهات الحكومية للعمل بالتنسيق مع إدارات الضواحي للحد من حياة الترحال المؤثرة سلبا على العملية التعليمية. وأوضح السيد أبو بكر في اللقاء الذي أجراه مع ممثلي المواطنين والجهات النشطة في المديرية نجاح المهام المنجزة في جميع الأنشطة الجارية في حماية التربة والمياه وخدمات المياه والصحة والتعليم. شهدت مديرية ماي عيني لقاء لمناقشة البرامج الموضوعة لتحسين نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة. وقدم مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ طعمي فتوي في اللقاء الذي شارك فيه المشرفون التربويون والمديرون تقريرا مفصلا حول النتائج المحققة العام الماضي، ودعا كافة أفراد المجتمع للمشاركة بفعالية لتفعيل المهام. وذكر انخفاض النقاط المحققة مقارنة بأعداد الطلاب، داعيا المعلمين للدفع بالدراسات الإضافية لتحسين كفاءة التعليم. وناقش الحضور دور الآباء في توجيه ودعم الأبناء ووضع مهام تساعد في تحسين مستوى الطلاب. توجد في مديرية ماي عيني 9 مدارس رياض أطفال و14 ابتدائية و6 متوسطة وثانويتين. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. اختتمت في العاصمة المكسيكية القمة العاشرة لقارة أمريكا الشمالية بين زعماء الولايات المتحدة وكندا والمكسيك تحت شعار قمة الأصدقاء الثلاث، وسط خلافات وانتقادات متبادلة بين واشنطن ومكسيكو سيتي. وتضمن البيان الختامي لقمة قادة أمريكا الشمالية الدعوة إلى العمل على سلاسل إمدادات إقليمية أقوى. وناقش قادة البلدان الثلاث توسيع التعاون الأمني والتكامل الاقتصادي وملف الهجرة ومحاربة تجارة المخدرات. وقد عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترويد اجتماعا ثنائيا قبل القمة بحث خلاله ملفات الهجرة والأمن القومي والتحول إلى الطاقة النظيفة ومواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا. وكان الرئيس المكسيكي أندرياس مانويل لوبيز اتهم نظيره الأمريكي جو بايدن بازدراء أمريكا اللاتينية وطلبه بعدم تخليه عن المنطقة، وذلك خلال اجتماع ثنائي بين زعيمي البلدين ناقش خلاله ملفات الهجرة والمناخ والأمن. فتحت النيابة العامة في بيروت تحقيقا أوليا بحق رئيسة الجمهورية ديانا بولاريتي وعدد من أركان حكومتها بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بعد مقتل 40 شخصا في غضون شهر خلال قمع قوات الأمن تظاهرات مناهضة للحكومة. وذكرت النيابة العامة في بيروت في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفقا لراديو مونتي كارلو أن المدعية العامة قررت فتح تحقيق أولي يتهم ارتكاب إبادة جماعية بحق كل من الرئيسة ديانا لوبريتي ورئيس الوزراء ألبرتو أوترارا ووزير الداخلية ووزير الدفاع. وأضافت أن التحقيق الأولي يستهدف أيضا كل من رئيس الوزراء السابق بيدرو إنغولي ووزير الداخلية السابق سيزار سارفيز اللذان توليا مسؤوليات في حكومة بولاريتي ما بين 7 و21 من ديسمبر. من جانبه أدان رئيس الوزراء الأحداث وأمر بفرض حظر تجوال في منطقة بونو وإعلان حالة الحداد. أبرمت كندا صفقة مع الولايات المتحدة لشراء 88 مقاتلة من طراز F-35 بقيمة 19 مليار دولار بأكبر استثمار في سلاح الجو الكندي منذ 30 عاما. وكانت أوتاوا كشفت عن هذه الصفقة في مارس الماضي. وأعلنت وزيرة الدفاع الكندية خلال مؤتمر صحفي يكتسب هذا المشروع أهمية كبرى في الوقت الذي تخيم على عالمنا الشكوك ومواقف الصين الحازمة
بشكل متزايد في منطقة الهند والهادئ. وينص الاتفاق المبرم مع واشنطن ومجموعتي لوكهيد مارتن وبارتا اند ويتني الأمريكيتين على تسليم أولى الطائرات في العام 2026 والأسطول بأكمله ما بين العامين 2032 2034. في الأشهر الأخيرة وقعت دول أخرى مثل ألمانيا وسويسرا عقودا لشراء طائرات F-35 التي تعتبر المقاتلة الأعلى أداء حاليا. وغالبا ما تشتري كندا معدات عسكرية أمريكية، ما يتيح لها أن تكون منسجمة مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي الناتو والمنظومة الدفاعية في أمريكا الشمالية. تذكير بأهم العناوين. تغييم أنشطة الشرطة. دعم متضرري الحريق في عد إبراهيم. افتتاح أسبوع الشباب العمال في عصب. قمة للأصدقاء الثلاث بين زعماء أمريكا وكندا والمكسيك. التحقيق مع رئيسة بيرو تهمة ارتكاب إبادة جماعية. كندا تشتري 88 مقاتلة أمريكية من طراز F-35. انتهت النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.